يا ابن اللذينه. والله انا خايف من الحلقه دي. ازيك يا ابو الشد؟ ازيك يا كنت عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ وحشت الحمد لله كله تمام. ازيك يا كابتن احمد؟ ازيك يا شادي؟ وحشني. مبروك، جبت ايه؟ فيروز. فانت عندك ايه، فيروز وشاديه وورده ولا ايه دلوقتي؟ قول لي عندك مين؟ فيروز وايه؟ وفارس. فارس برضو زي انت تسمي فارس على اسمه ولا ايه؟ ما هو اللي بيسمي فارس بيمشي من النادي، بس انا لحقت نفسي في اخر لحظه. انت عايز تخلص عليها شادي ولا ايه؟ لا ما هو يا كابتن اقول لحضرتك على حاجه، لما انا جبت فارس كان يعني بركات يعتبر هو اللي سماه يعني. والله انت بتحب اسم فارس؟ فخلص عليا بس ما عرفتش انا اجيبه، هو قال لك اكررها بس لحق نفسه في اخر لحظه. هو لحق نفسه في فارس. بقول لك يا كابتن شوبير، علشان بس الناس فاهمه غلط، هو انا كون ان انا اقعد مع عماد النحاس في اوضه واحده ويبطل كوره وبعد كده انقل على شادي محمد ويسيب النادي ويمشي، يبقى انا ليا ذنب؟ انت قاعد مع مين دلوقتي؟ قاعد مع رمزي واحنا الاثنين مخلصين على بعض، عمالين ندغدغ في بعض، لا هو شايف ولا انا بلعب. هتوحشنا يا رمزي. احمد عايز اقول لك على حاجه. نعم. انا خايف من بركات الكابتن احمد شوبير يسيب الحياه بعد ده ما جه قاعد مكاني، وانت عارف ان ده مكاني اللي دخل حط المايك ولقيته بيخلص. خلي بالك يا عم شادي، بقول لك انت عارف ده مكاني، لقيته ركب المايك وراح قاعد هنا مكاني، فانا هعمل ايه؟ الامر لله يا عم شادي. كابتن شوبير بعد اذنك عايز اسال شادي. اتفضل. شادي، ايه يا حبيبي؟ اسالك سؤال وتجاوبني بصراحه. اتفضل. هو يوم ما جيت لك العقيقه بتاعت بنتك، هو البوفيه اتاخر ليه كده؟ جاوب بصراحه. بص هقول لك على حاجه. حتى كابتن احمد الكابتن وليد صلاح الدين ايوه وكابتن نادر السيد اتاخروا شويه. فانا طبعا يعني ايه بصراحه اتكسفت، يعني هيجوا بركات ايه بصراحه. احنا صغيرين يا شادي، احنا مش مالين عينك يعني ولا ايه؟ كان عاملها في اسكندريه ولا هنا في مصر؟ هنا يا كابتن. وانت رحت له انت ومين؟ تتخيل رحت له مع اني ما بعملهاش مع اي حد خالص. بص يا كابتن، المناسبتين اللي رحتهم في خلال 6 سنين في النادي الاهلي، انا معروف عني ما بروحش لحد. كل لعيب يجي يعزمني على حاجه يقول لك انا بخلص ضميري وبقول لك ان انا كذا، انت كده كده مش هتيجي خلاص. اسلام الشاطر في عقيقه ابنه، شادي محمد في عقيقه ابنه، وما فتحش البوفيه. لا هو فتحه بس متاخر. بس عشان تعرف يعني ان اسلام وشادي غاليين عليك قوي، عشان كده جبناهم لك هما الاثنين. بص يا كابتن احمد اقول لحضرتك على حاجه. والله العظيم بركات سيبك من اللي بيتقال اخف دم والكلام دوت. كل سنه وانت طيب يا شادي، والف مبروك فيروز، وربنا يبارك لك فيها يا رب ان شاء الله. بركات يعني قبل التجديد فعلا كان عندك عروض؟ الزمالك كلمك، المصري كلمك، ولا كان عندك عروض خارجيه؟ لا. عشان اكون صريح، بص يا كابتن، موضوع الزمالك ده ما اتفتحش خالص خالص خالص. محدش كلمك من خالص، لا من قريب ولا من بعيد؟ ما حدش اتكلم معايا. المصري حصل. قعدت مع الراجل وكده وشفنا ايه الدنيا ماشيه فيها ايه وايه اللي ممكن يبقى في دماغه. ولكن الموضوع ما يعني خلاص يعني اللي هو مثلا الواحد ايه اقعد اسمع. انت مش مانع طبعا. انت مش مانع خصوصا. ازيك يا نجم؟ ربنا يخليك يا كابتن شوبير. وحشنا، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد خلي لله. بالك اللي قدامي ده بليد خالص، ولا بيعرف الاصوات. لا بس بعرف من تاني مره كده، بس اتكلم شويه بس. اتكلم شويه عشان يعرف. ايه كوتا؟ لا ما عرفتكش. برضه يا بركات، ده انا مخلص عليك من بدايه السنه. يا عم ارحم امي بقى، ارحم امي يا عم رمزي، يعني انا سبت لك الدنيا كلها وجيت هنا الاستوديو، جاي ورايا كمان داخل لي في التليفون. ما اقدرش، ده انا هخلص عليك. منك لله يا شيخ. على فكره يا كابتن شوبير، عايز ابلغك القرار اللي انا توصلت له. يا ريت. نهائيا خلاص، ما فيش رجعه. بالنسبه لرمزي احنا ان شاء الله طالعين معسكر في العين السخنه مع الاهلي حضرتك. ان شاء الله يوم 11 اول معسكر هيحصل فيه تفرقه ما بيني وما بين رمزي. خلاص. وهو مصر انه يبقى معايا في الاوضه. يا كابتن انا ما شفتش غلاسه وتبات اكتر من كده. رخم. اقول له خلاص هنغير، ما بيقول لي لا ازاي يا عم خلاص والله ما سيبك.
والله ما تسيبني يا رمزي، يا رمزي انا بص، انت مدمرني. طب ما انت بركات، انت ما فيش حد يعدي معاه ما يمشيش من النادي الاهلي. طيب ما هو الراجل عايز يسيبك عشان قصدك كده. ايه يعني؟ قصدك ايه؟ لا بس انا اقوى منك. يا رمزي ده انت بتتشاط عليك من فدان بتخش، ببقى انا السبب. جبته لنفسك وده خلي بالك، ده ما بيهموش الهوا ولا غير الهوا. ده حبيبي ده هو قال لك، ده انا بقول له رمزي ده وحش ومتعود على المش عارف يا رمزي خلصت الموضوع اللي بتاعنا ولا لسه؟ لا هيخلص اكيد، بس عن طريقي لازم. ايوه يا عم ان شاء الله كده، خش لنا كده في الموضوع ده وخلصه كده، ما بنحبش عن طريق تونس ولبنان والكلام ده. الصلاة على النبي. فيها كتير يا رمزي؟ في كويس؟ فيها مصاري كتير؟ لا موضوع تاني بقى مالوش علاقه بالفلوس. طيب دلوقتي انا بقول له رمزي ده بطل وراجل وغزاوي وبتاع قال لي ها ده من اول قلم بيجري. عاجبك كده؟ لا ده حبيبي بركات ده. مش هتسيبه يعني تقعد معاه في الاوضه يعني؟ لازم والله العظيم. اصل بص انا مش متخيل النادي الاهلي او تمرين النادي الاهلي او اني اقعد مع حد غير محمد بركات بصراحه. قول له انت بقى. يعني من مش عارف اقول له ايه يعني. قابلتها في مصر. ده الراجل عمال يصاد فيك، من اجدع الشخصيات اللي قابلتها في مصر، مش متخيل النادي الاهلي من غيره. بس شوف هو متمسك بيه برضه تمسك غريب يعني، عارف يعني يقلق الناس. عايز يمشي مش هتفهمش. رمزي بتمنى لك التوفيق يا رب ان شاء الله، وتكون سنه خير عليك وتحقق كل احلامك يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن شوبير. شكرا جزيلا رمزي. الولاد الجدعان. بصراحه كابتن هو يعني عارف اللي هو ما تحسش ان هو غريب من ساعه ما دخل النادي الاهلي. ابن النادي، حابب النادي. وبعدين هو على طول انا سبحان الله يعني ايه، انا حبيته وهو حبني والله. في اي حته كده ونتقابل بره يعني من اللعيبه. شوف انا ماليش في حكايه بمس عليك يا عسل، انت وشك في وش ولاد وبنحبوك يا بركات. ربنا يبارك فيك يا رب. داليا مساء الخير. انت حبيبي زي ما انت في الاهلي خليك في الاهلي ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. خليك لاخر لحظه في الاهلي، ولما تحب اطلع من الاهلي ان شاء الله. واحنا لعلمك الصعايده. ايوه. لو انت هتسيب الاهلي دلوقتي احنا هنيجي بقى نعمل اعتصام عندك في الجزيره. لا يا عم على ايه، ما احنا جددنا 3 سنين بتاعتنا ونيجي نكسر الدنيا عندك. لا طيب احسن. شكرا يا علوه. داليا مساء الخير يا داليا. الو مساء الخير، ازي حضرتك يا كابتن شوبير؟ دي داليا دي الاهلاويه الشديده مش كده؟ انا اهلاويه متعصبه جدا. طبعا اتفضلي. كنت عايزه بركات اظن قبل كده قلت عايزه تشوفي بركات. انا الحمد لله. قلت قبل كده ان بركات مش هيلاقي احسن جمهور الاهلي والنادي الاهلي، لان انا متاكده بركات بيحب الاهلي وجمهور النادي الاهلي. بجد انا سعيده جدا ان هو جدد، وبجد مبروك عليه النادي الاهلي ومبروك علينا محمد بركات. هم طبعا قالوا هيروح الزمالك، بس احنا مش مصدقين حاجه زي كده، لان انا عارفه بركات اهلاوي ولا يمكن يلبس تي شيرت اي نادي غير النادي الاهلي. شكرا داليا. عبد الله مساء الخير. السلام عليكم. وشهاب وعاشور، انا بعتبر عاشور منهم برضه. هيفضل صغير. عاشور يغني لكم وبتاع. لا بس عاشور تحفه كابتن. جميل. عاشور دمه خفيف، وكل ما بخش النادي واساله اقول له بص يا عاشور انا عايز اقول لك حاجه. انت الوحيد اللي في النادي ده دماغك بتعجبني. يقول لي ليه يا كوتا؟ اقول له عادي، بحس ان الدنيا والعه، ما اعرفش مين بيطحن في مين ومين بيشتم في مين ومين طلع على قناه ايه بيقول ايه ومين ضرب مدرب ومين ضرب لعيب، وانت ولا في البراله في البتنجان ولا يهمه اي حاجه خالص. الهزار والضحك ويجي يعمل التمرين والسلام عليكم، ولا يعرف اي حاجه في اي حاجه. ما عندوش مشاكل. تقول له اقرا دي بالعربي ما يعرفش، بالانجليزي ما يعرفش، ولا يعرف اي حاجه في اي حاجه. عشان كده هو بحبه وبموت فيه. جميل اهو. ينفع يا كابتن بركات تسيبنا وتمشي؟ لا ما ينفعش. لا ما ينفعش طبعا. وين عليك كابتن ابو تريكه تسيبه وتمشي؟ لا اذا كان على ابو تريكه، ده انا ابو تريكه دوت. ايوه قول. النبي لو راح المريخ وراه كمان. ديك شفت فرحه الناس بيك عامله ازاي؟ ربنا يكرمك كابتن شوبير، وانا عايز اقول لكل الناس كل سنه وهم طيبين وهابي نيو يير. قول لهم هابي نيو يير يا سيدي عليك. خلاص اقفل يا سعيد. اقفل الحلقه. مش هختم يا سعيد. اقفل يا سعيد. اقفل الحلقه.